موجودين في اسم الشرابية، ومعانا المقدم محمود شاهين ونعم المأمور، والنهارده هنسأله على الوضع الأمني في منطقة الشرابية والموضوع في خلال 6 أشهر الأمن كان عامل ازاي، وخصوصا الأمن كان ناس كتير قوي بتتهم الأمن إن هو غايب أو مش موجود. النهارده احنا موجودين في القسم هنعرف منه أكتر على الحاجات اللي اتعملت في القسم خلال 6 أشهر، خصوصا ان احنا عارفين ان حي الشرابية اللي وجد بيه اسم شرطة وهم موجودين في مكان فوق المرور وبيديروا الموضوع من خلال المكان دون، لان الاسم احرق اثناء الثوره. فمشكورا هم هيتكلموا على اللي عملوه خلال 6 اشهر والوضع الامني ايه، والايام اللي جايه ممكن يبقى الوضع احسن من ناحيه امنيه او ايه اللي موجود فيه. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكرك على المقدمه الجميله دي. يعني هو طبعا انت فاهم، انت ادرى واحد دلوقتي باللي تم ايه من ناحيه الامن في الشرابيه واللي بيحصل في الشرابيه. انا هكلمك عموما يعني كظابط شرطه عموما. يعني احنا ما حدش زايد علينا في حب مصر، احنا ناس وطنيين وبنحب البلد دي وتطوعنا في خدمتها وتطوعنا ان احنا نأدي واجبنا. ومعروف مين كويس قبل الثوره وهو كويس قبل الثوره هو كويس بعد الثوره. لكن انا بستعجب من حاجات غريبه قوي من الناس. ابص الاقي شريط تلفزيون والناس يعني القبض على سلاح ومتهمين وهاربين واحكام وكل ده، يجي يقول لك الشرطه ما بتشتغلش. يعني ممكن اديله العذر في حاجه واحده، ان هو شايف ان الشرطه في البائع المتجول بس، يعني البائعين المتجولين مليانين الدنيا. لا، انا في قرارة نفسي ان البائعين المتجولين دول يعني دول عايزين قرار سياسي، لان برضه هو فاتح بيوت ولا اخره. لما بخش انا بنفذ القانون بحذافيره ممكن اتهم بالافتراء، ولما انفذ روح القانون بتهم بالتقاعس. فالمفروض ان انا عايز معايا منظمات تانية، منظمات مجتمع مدني معايا، وناس يعني ناس اقتصاديين وناس من المحافظه تعمل للناس دي اسواق وتعمل لها اماكن، عشان ما بقاش ليه الحجه وما بقاش ليا انا كمان الحجه، ان هو لازم يشوف له سكه تانية. ومش كل اكل العيش هو البيع، يعني كله يعني اشمعنى اكل العيش بيتلخص في كشك وبيتلخص في قفص فاكهه. انا ليه بكلمك عن البيع المتجول او بجيب لك الموضوع من الاخر؟ ما انت عارف ان احنا جبنا مصنع سلاح. فعلا خدنا تقرير من الاسم عن مصنع السلاح، جبنا ناس متهمين وناس هاربين من جنايات كتير، ولسه جريمه القتل بتاع نفذنا تجاوزات كتير قوي من الحي. بالنسبه النهارده لسه منفذين قاطعين مرافق عن عماره مبنيه مخالفه، وان شاء الله في دراسه امنيه لهدم هذه العماره. كل ده احنا شغالين. من الجامعه الابيض ولا ايوه، انا ما بروحش، احنا ما بنروحش، قاعدين ليل نهار شغالين. يعني اللي بس طبعا يعني اناشد الشعب المصري يعني رفقا بمصر. في افتراء. انا بنزل المشاجره افتراء، الناس بتضرب بعض بافتراء. انا بشوف حاجات ما شفتهاش. انت شايف حضرتك لو مثلا منظمات المجتمع المدني لو حبت مثلا تعمل ندوه عن العنف والتطرف، وخصوصا ان احنا شفنا العنف ده والمشاجرات والانقسام السياسي اللي كان موجود عند الاتحاديه وفي بعض المواقف الثانيه، لو احنا شفنا ان عملنا مثلا ندوه واتكلمنا فيها عن نبذ العنف، هل ده هيفيد الشارع المصري؟ يعني بما ان حضرتك ضابط شرطه، يعني هي يعني انا شايف انه لازم يفيد طبعا، بس لازم يعني ايه نبين حاجه مهمه جدا. يعني انا بسال سؤال، انا مش عالم نفس ولا انا ايه الافتراء اللي بيحصل في الخناقات والمشاجرات ده؟ ايه الافتراء ده؟ ايه ده؟ واحد خبط واحد، مصادمه انقلبت على الجهاز عندي في الشرابيه، في كل حته في انحاء القاهره وفي انحاء الجمهوريه اسمع على الجهاز مصادمه انقلبت لمشاجره. الناس بقى، انت شايف الناس بقى خلقها ضيق مش قادره تستحمل بعضيها؟ لا، مفيش. يعني ايه احنا بنقول ايه؟ احنا عايزين نفرق بين حاجز الخوف وبين حاجز الاحترام. ما بقاش في حاجز احترام. انا اقول لك ما تخافش، انا اقول لك انا ما بخافش من ربنا، بس لازم انا اخاف من الكبير، لازم احترم الكبير. يعني الناس بقى متخيله ان العمليه لهذه الدرجه، واحد خبط واحد ابص الاقي اتقلبت لخناقه.
الخناقه الكبيره اللي في الشوارع النهارده بقت مجازر، ما بقتش خناقه، مجازر. طلقات نار، ونسمع عن الآلي ونسمع كل الكلام ده ما كناش نعرف عنه حاجه. الكلام ده ما كناش بنسمع عنه ابدا. انا بس بناشد رفقا بمصر. طب حضرتك لو عايزين نوصل رساله لاهالي منطقه الشرقيه تحديدا، لان احنا موجودين في الاسم بتاعها، لو عايزين رساله طمأنينه او اطمئنان للامن في منطقه الشرقيه، انت عارف المنطقه الشرقيه منطقه انا هقول لك حاجه بالبلدي كده، انا اقول لاهالي الشرقيه واي اهالي وخصوصا الاحياء الشعبيه، الاسم مفتوح 24 ساعه. اوعى البلطجي اللي واقف في الشارع يقول لك مفيش حكومه، محدش هينفعك، وانا شاري الاسم. الكلام اللي هم الناس بتسمعه بره وبتفكر ان هو صدق، لا الكلام ده مش صدق. القانون فوق الكل، القانون فوقي انا كمان، وانا كممثل للقانون بقول لهم ما تخافوش. دي اشكال ضاله كانت قاعده في كحور ومفكره ان السبع نايم. لا، السبع ما نامش، السبع صح وموجود، اللي هو القانون موجود. انا بشبهه بالسبع موجود. فشويه الفيران اللي في الشوارع، اللي هي في الحواري والازقه، اللي بتوهم الناس الغلابه ان مفيش حكومه والفرض السيطره وتجيب يا مش عارف ايه ووريني بقى الحكومه هتعمل لك ايه. الناس للاسف بتخاف. في ناس يعني بيجي لها استكانه، بيصدق والله بيصدق. كذا وقع كتير تيجي لي الحكايه دي تقول طب اقول له انا هوريك الشخص ده، انا هوريهولك واتتبعه وبجيبه وافرجه عليه، بقول له اتفرج عليه بقى، اتفرج عليه قدام رجال القانون وقدام الشرطه. ايه انت يا عم اشتريتنا ازاي وعملت ايه؟ اقول له قال لك ايه، اخليه يقول الحوار بتاعه وبفرجه عليه. مش بفرجه عليه يعني بنكل بيه، لا، بس بوري له ان القانون موجود والقانون قوي والنضيف قوي. الضابط النضيف قوي، امين الشرطه النضيف قوي، العسكري النضيف قوي، المواطن النضيف قوي. النظافه بتقويك، الايمان بيقويك. لما تكون مؤمن بدينك وبقضيتك وبشغلتك وبوظيفتك ايا كنت، لو ما كان الناس بتكنس، انت قوي، انت اقوى من انسان جبان، اقوى من اي واحد في منصب وجبان. لو كان الناس وقوي في نظافتك وقوي في شغلتك، انت احسن من اي منصب في الدوله دي جبان. بس انا بقول لهم اطمنوا ما تخافوش، واحنا موجودين والاسم مفتوح. هات لي حد كده جه الاسم واحنا ما وقفناش معاه ويكون على حق. دي حاجه بقى التانيه، قصه الناس اللي هي بيبقى يعني انت مثلا دايما الشرطه بتكون في موضوع فيه طرفين. اكيد الشك والمشكو، واكيد ان فيهم واحد صاحب حق وفيهم واحد مش صاحب حق. اللي مش صاحب حق رافع للرايه السوداء وان دايما الشرطه هي كده واحنا مش هنتغير وما اتغيرناش، وده بيحبطنا بصراحه. بس في الاخر برضو بنقول له اعوي، وتبص تلاقي الناس بتقدم لك الشكر اللي هم اصحاب المصلحه.